ازيكم يا شطار، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يلا، قلت لماما وبابا يشتركوا في القناه ولا لسه؟ شاطرين، برافو. يلا قولوا لهم يشتركوا في القناه عشان يستفادوا معانا ويعرفوا يذاكروا لكم كويس في اللغه الانجليزيه. النهارده هناخد درس سهل جدا وبسيط. هناخد ايه النهارده؟ سيلابل. ايه هم السيلابلز؟ حد عارف؟ اللي هي المقاطع الصوتيه. السيلابلز بتاعتنا، قلنا ان السيلابلز هي المقاطع الصوتيه. ايه هو المقطع الصوتي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ المقطع الصوتي اللي هو لما بنيجي نقول الكلمة، لما بتكون كلمة طويلة بنقسمها لمقطعين أو أكتر. تمام؟ عشان نعرف ننطق الكلمة بتاعتنا ونعرف ننطقها بكل سهولة. وفي كلمات بمقطع واحد بنقولها على طول ما بنقفش فيها. تمام؟ وكل كلمة مكونة من مقطع واحد أو أكتر لازم يكون فيها فاول. ايه هما الفاولز بتاعتنا؟ هنقولهم تاني. الفاولز بتاعتنا ايه هما؟ الاي، 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 والاو، واليو. هما دول السيلابلز بتاعتنا. قلنا ان اي كلمة لازم يكون فيها في كل مقطع، سواء كان مقطع واحد، مقطعين او اكتر، لازم يكون في كل مقطع فيها في الكلمة بتاعتنا اي فاول من الفايف ليترز دول. عندنا كلمات one syllable زي ايه؟ words with one syllable، كلمات مقطع واحد. زي ايه؟ car فيها vowel بس خدناها one syllable. زي ايه؟ am، can، can. كل اللي احنا قلناه فيه مقطع صوتي واحد، كلمة مع مقطع صوتي واحد فيها ايه؟ فيها vowel، سواء بقى ايه او I او اي كلمة فيها اي vowels من 5 letters بتوعنا. تاني حاجة words with two syllables، اللي هي كلمة أو كلمة فيها مقطعين صوتيين. زي بقى إيه الكلمة اللي بتتكون من مقطعين؟ زي apple. تمام؟ هنقسمها هنا لإيه؟ A، B زائد E، M. قلنا إن أي كلمة بتحتوي على مقطع واحد أو مقطعين أو أكتر لازم يكون في كل مقطع vowel. عندنا هنا في الفيرست أول مقطع A vowel، هنا vowel. ممكن بقى الفاول بتاعنا يجي في الأول، في الآخر، في النص، مش مشكلة. المهم إن يكون عندي فاول في السيلابل بتاعي، في أي سيلابل في الكلمة بتاعتي. عندنا كمان ماركت. هنقسمها لإيه؟ مار زائد هنا فاول فاول. تمام كده. عندنا كمان another example زي إيه؟ today. هنقسمها ل 2 زائد day.
هنا عندنا vowel وvowel. تمام، هنقول تاني. عندنا السيلابلز هي المقاطع الصوتية. المقطع الصوتي اللي هو ممكن نقف عنده وقفة بسيطة واحنا بننطق الكلمة بتاعتنا. تمام، اللي هو عشان ايه بنقسمها؟ عشان نعرف ننطق الكلمة بتاعتنا، ما تكونش كلمة طويلة ونعرف ننطقها بسهولة. تمام، قلنا ان الورد بتاعتنا، ان الكلمة بتاعتنا لازم تكون مكونة يا اما من مقطع واحد، مقطعين او اكتر. النهاردة اخدنا الكلمة المكونة من one syllable. زي ايه؟ زي مين شاطر يقرأ معايا؟ كار، دام، فان، كينج. قلنا ان لازم any syllable in the word يحتوي على ايه؟ على vowel. الفاولز بتوعنا اللي هم ايه؟ A E I O U. خدنا كلمة كار فيها vowel حرف ال A، دام حرف ال A، فان حرف ال A، كينج حرف ال R. أخدنا number 2 words with two syllables، الكلمة اللي بتحتوي على مقطعين. أخدنا زي كلمة apple، قسمناها لآب وبيل، قسمناها مقطعين A B. أول مقطع B L E، تاني مقطع أخدنا أول مقطع فيه الفاول A والمقطع التاني فيه الفاول. ماركت قسمناها ل M A R والفاول بتاعنا حرف ال A. المقطع التاني key E T حرف ال E. today عندنا قسمناها 2 plus day. عندنا مقطع الأولاني فيه فاول O والمقطع التاني فيه الفاول A. هنمسح بقى عشان نكمل. عندنا بقى تالت حاجة هنا words with 3 syllables. عندنا هنكتب بقى اختصار للوقت 3 syllables. زي ايه؟ زي كلمة بنانا. هنقسمها هنا لإيه؟ ف بلس ن بلس ن. عندنا هنا قسمناها 3 syllables. تمام؟ أول مقطع the first syllable يحتوي على A، letter A. قلنا letter A ده من ضمن الفاولز بتاعتنا A A. عندنا هنا الكلمة فيها 3 vowels هما letter A، حرف ال A. تمام؟ عندنا برضو كلمة elephant. What is the meaning of elephant؟ سمعات وشطار، برافو. elephant يعني فيل. هنقسمها لإيه؟ E. زي إيه كمان؟ E plus elephant. هنا عملنا أول syllable خدناه vowel لوحده، وبعدين second syllable يحتوي على ال letter in font فيها ال letter vowel. عندنا كلمة كمان زي توماتو. هنقسمها ازاي؟ 2 plus A main plus 2. 3 syllables. The first syllable O. second syllable عندنا A. third syllable عندنا الفاول O. هناخد بعد كده words have 4 syllables. الكلمة اللي فيها 4 مقاطع. زي ايه بقى الكلمة اللي فيها 4 مقاطع؟ حد شاطر يقول لي؟ ايوه، زي ايه؟ education.
هنقسمها ازاي بقى education؟ it plus plus ايه؟ u plus k plus sham. education. عندنا الفيرست syllable vowel e، second syllable letter e u، ده السيلابل ده واخد vowel u، and third syllable واخد letter a، and fourth syllable واخد o. عندنا another example زي ايه كمان؟ سامعاكم. تلفزيون، هنقسمها ازاي تلفزيون؟ فيل plus ايه؟ e plus ايه كمان؟ v plus t i o n. عندنا first syllable e أخذ الفاول E، والسكند syllable لوحده أخذ letter E، والثird syllable أخذ letter I، والفورث syllable أخذ letter I. قلنا تاني إن السيلابلز هي المقاطع الصوتية. المقاطع الصوتية باسم الكلمة بتاعتنا يا إما المقطع واحد تكون كلمة على بعضها مقطع واحد، يا إما كلمة مكونة من مقطعين، يا إما كلمة مكونة من 3 مقاطع، أو كلمة مكونة من 4 مقاطع. أخذنا كلمة مكونة من مقطع واحد زي إيه؟ كار، ايوه، دام، برافو، فان، برافو، كام. اخدنا كلمه مكونه من مقطعين زي كلمه ابل، ايه كمان؟ زي ماركت، زي ايه كمان؟ توداي. اخدنا كلمه مكونه من 3 مقاطع زي بنانا، اليفانت، وبوتيتو. اخدنا كلمه مكونه من 4 مقاطع زي ايه؟ زي education وتلفزيون. لو انتوا استفدتوا النهارده بمعلومه بسيطه، اتمنى ان الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لماما وبابا يشتركوا في القناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.